الدولة لو بصينا عليها هنلاقيها من 2015 لحد 2025 او 26 احنا فيها دلوقتي، الدولة عاملة اكتر من 25 محافظة جديدة او منطقة جديدة. الدولة عشان تدعم الكلام ده كله اولا بتعمل بنية تحتية خرافية. كلنا شفنا الفترة اللي فاتت كمية الكباري والطرق والانفاق والتوسعات اللي موجوده في معظم او يعتبر في كل مصر، ومفيش حد فينا ما حضرش او مفيش حد فينا ما استفادش بالكلام ده. تعالوا نشوف كنا بنروح مثلا شغلنا من فين لفين في قد ايه، دلوقتي الدنيا بقت عامله ازاي. لو هتكلم مثلا اشارككم حاجه شخصيه، انا ساكن في وسط البلد، كنت بروح شغلي في التجمع يعلم ربنا باخد ساعه الا 10 50 دقيقه، دلوقتي انا بتحرك من قلب رمسيس بوصل قلب التجمع ثلث ساعه، فانا وفرت اكتر من 50% من الوقت. طب ده على السكيل الصغير. طب لو انا عايز اجيب مستثمرين، لو انا عايز اجيب دول تانية تستثمر عندي، لو انا عايز اجيب كيانات كبيره، لازم هيجي يقول لي هودي منتجاتي هودي حاجتي واجيبها ازاي. حته البنيه التحتيه دي مهمه، رغم ان كان حصل كلاشات كده اللي هو كوبري لكل مواطن، لا بس دلوقتي كلنا حاسين بقيمه ده، وكلنا اتعرضنا لظروف اذا كانت طريقه او شغل او ايا كان حسينا ان الطرق ليها لازمه.